عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة اور كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني في عمل البطانية بتاعة البيبي اللي على شكل دبدوب. الجزء الأول احنا كنا عملنا المربع ده، المفروض دلوقتي هنعمل مربع تاني، مربع سادة، مربع جراني بسيط. أهم حاجة في المربع الجراني اللي احنا هنعمله إنه عدد الغرز في آخر ضلع، في كل ضلع يبقوا قد بعض، قد عدد الغرز. وتاني حاجة المقاس، يعني أهم حاجة عندنا عدد الغرز والمقاس، لازم الاتنين مقاسهم يبقوا زي بعض. احنا هنبدأ هشتغل بنفس الإبرة اللي اشتغلت بيها المرة اللي فاتت، والخيط هعمل الأول دايرة سحرية. تمام، وهسحب الخيط منها وهعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5. أول 3 سلاسل بعتبرهم عمود، السلسلتين التانيين دول الفراغ اللي ما بين كل مجموعة ومجموعة. تمام، هنعمل هنا اهو 3 أعمدة ورا بعض، 2 3 سلسلتين. زي ما قلنا احنا عندنا 4 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 أعمدة ما بينهم سلسلتين. ده الدور الأول. دي كده المجموعة التانية، سلسلتين، 3 أعمدة، 2 3 سلسلتين. والمجموعة الأخيرة احنا كنا عاملين 3 سلاسل ارتفاع وقلنا هنعتبرهم أول عمود، يبقى هي ناقصها كده هوت عمودين 2 بس وتكمل المجموعة. 1 2. طبعا هنحاول نضيق الدايرة السحرية. مهم جدا بعد ما نخلص ان احنا الدايرة السحرية نقفلها كويس ونأمن الخيط كمان. لازم نعمل عقدة او 2 وندخلها تحت الغرز عشان ما يتفكش من النص. في حاجة كمان كنت عايزة أقولها. أنا بدأت الدور يعني المفروض إن أنتي بتبدأي 3 سلاسل وبعدين عمودين وبعدين تبدأي تشتغلي، هتلاقي نفسك في النهاية بتقفلي في سلاسل الفراغ، وده بيخلي المربع ضعيف من زاوية من ال4 زوايا. فيفضل دايما إن أنتي تخلي القفل أو فتح قفل الدور أو بداية الدور، نهاية الدور أو بداية الدور يبقى في منتصف المجموعة. تمام، هنرتفع 3 سلاسل وهنعتبرهم أول عمود، وبعدين هندخل في الزاوية ونعمل الزاوية عبارة عن عمودين، عمودين، سلسلتين، عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام، وبعدين كل عمود من دول هعمل فيه عمود. تمام، 2 3 وهوصل للزاوية التانية هروح عاملة فيها الزاوية بتاعتنا اللي هي العمودين، سلسلتين، عمودين. في نهاية الدور دوت هيكون عندنا في كل ضلع 7 أعمدة، يعني الضلع اللي كان عبارة عن 3 أعمدة هيبقوا 7. هخلص الدور وهرجع لكم. خلاص أنا خلصت الدور. تمام، وبعدين هنقفل في تالت سلسلة في سلاسل الارتفاع. احنا بنعتبرها أساسا عمود، يعني احنا بنعدها مع الأعمدة. خلاص زي ما انتوا شايفين احنا بنقفل تقريبا في نص الضلع، وده بيخلي الزوايا زي ما قلت لكم مفيش زاوية فيهم تبقى الزوايا كلها مظبوطة وفي زاوية كده ايه ضعيفة. هنرتفع 3 سلاسل نعتبرهم أول عمود، وبعدين في بعد ال3 سلاسل في عمودين هندخل فيهم قبل الزاوية. بعدين وصلنا للزاوية هنعمل الزاوية المعتادة 2 عمود
2 سلسلة، 2 عمود. بعدين كل الأعمدة بتاعة الدور اللي فات كل عمود هندخل فيه ونعمل عمود. ناخد بالنا بس كده العمود الأولاني بيبقى مكانه مستخبي شوية كده. هنقعد نشتغل الضلع كده لآخره، كل عمود هنعمل فيه عمود، وبعدين نعمل في آخر الضلع هنعمل الزاوية بتاعتنا. أهم حاجة في الدور التالت إن كل ضلع يكون مجموع الأعمدة بتاعته 11 عمود. اتنين سلسلة، 2 عمود. برضو هخلص الدور لآخره وهرجع لكم. خلاص خلصنا الدور التالت، وزي ما قلت لكم كل ضلع فيه 11 عمود. هنقفل طبعا في سلاسل الارتفاع. تمام. وبعدين هنرتفع 3 سلاسل وهنعتبرهم أول عمود. دلوقتي احنا في عندنا مشكلة، احنا المفروض اننا نعمل دورين 2 بس، الدور الرابع والدور الخامس. علشان الدور الرابع هيبقى عندنا 15 عمود في كل ضلع، والدور الخامس هيبقى عندنا 19 عمود في كل ضلع، علشان يبقوا قد الأعمدة اللي هنا هو آخر دور 19 عمود في كل ضلع، علشان هنشبك كل عمود بالعمود اللي قصاده، فلازم يبقى العدد قد بعضه. بس المشكلة ان المربع ده هيبقى اكبر، ده هيبقى اكبر من ده. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل الدور الرابع والدور الخامس هنعملهم بالعمود الممتد. احنا كنا عملنا العمود الممتد هنا هوت في اول دور في اللون الابيض، فهيبقى سهل ان شاء الله عليكم. فهندخل كده هوت في العمود اللي بعد سلاسل الارتفاع، وهنطلع نلف الخيط كده ونطلع من اول غرزة، من اول لفة يعني، وبعدين نطلع من لفتين وبعدين لفتين. وزي ما قلت لكم العمود الممتد هو الطول بتاعه ما بين العمود العادي، العمود اللي بلفة العادي، والعمود اللي بلفتين. انا مش عايزاه طويل زي العمود بلفتين، ومش عايزاه وعايزاه يبقى اطول شوية من العمود اللي بلفة العادي. هتعملي عادي الدور زي الادوار اللي فاتت بالظبط، كل عمود هتعملي فوقيه عمود. تمام. كل عمود تخلصيه تروحي عاملة فوقيه عمود. تمام. وتيجي في الزوايا تروحي عاملة عمودين، سلسلتين، كأنك بتعملي عمود عادي، بس كل الحكاية ان احنا بنعمل الخطوة الصغنونة دي في الاول. تمام. وزي ما قلتلك الدور الرابع هيبقى عندنا في كل ضلع 15 عمود، والدور اللي بعد اللي هو الخامس هيبقى عندنا في كل دور 19 عمود. تمام. اعتقد كده هوت الادوار بقت زي بعضها، فمن السهل ان انتي تخلصوا الدور الرابع والدور الخامس، وبعدين نشوف هنشبك ازاي. انا خلصت خلاص المربع اهوت، وقفلته بنفس الطريقة اللي كنت بقفل بيها المربع في الجزء الاول، يعني بالطريقة اللي كنا بنقفل بيها هنا اهوت قفلته. تمام. يعني لو حطيناهم على بعض كده هنلاقيهم نفس المقاس، وانا قستهم بالمزورة نفس المقاس، وعدد الغرز قد بعض بالظبط. ازاي نشبكهم؟ في طرق كتيرة جدا بنشبك بيها المربعات. المربعات اللي بتبقى الأعمدة قصاد بعضيها ممكن بطريقة الزجزاج، بطريقة الغرزة المنزلقة، بطريقة الحشو. كمان ممكن بطريقة اللي هي أنا هعملها، اللي هي بطريقة استخدام إبرة التنظيف. تمام. أنا هستخدمها، وانتي تقدري تستعملي الطريقة اللي تعجبك. هو احنا عندنا مفروض كل غرزة قصادها غرزة. انا هوريكي بنمشي ازاي، وبعد كده انت ممكن تختاري الطريقة اللي تعجبك، يعني ممكن تعمليها بالحشو او بالمنزلقة او بطريقة الغرزة الزجزاج. تمام. وان شاء الله نبقى نعمل فيديوهات مخصصة للجزئية ديت، اللي هي ازاي نشبك الوحدات بعضها ببعض. مش لحظة، بس الاول بس كده نأمن الخيط في البداية، و احنا طبعا هندريه بعد كده هوت. تمام. هندخل من هنا
كده اهو. ونبتدي بقى ندخل، احنا عندنا السلسلتين، السلسلة الأولانية هنا اهو، هندخل في الحلقة الأمامية منها مع الحلقة الأمامية هنا، وبعدين ادي أول عمود وصاده أول عمود اهو، بندخل في الحلقة الأمامية مع الحلقة الأمامية، ادي تاني عمود مع تاني عمود. تمام. دايما نراجع احنا في العمود رقم كام هنا وهنا، علشان ما نجيش في نهاية التشبيك ونلاقي ان هنا هو في اخر عمود وهنا لسه فاضل عمودين 3 مثلا. لازم دايما نراجع احنا في العمود رقم كام. معلش هي ممكن بتاخد وقت شوية، خصوصا لو بتعملي حاجة كبيرة زي بطانية او رانر او كده، بس هي بتبقى بتفرق جامد قوي في الشكل في النهاية. تمام. ده هيبقى الشكل. انا بحب دايما اشبك بالطريقه ديت الاعمده اللي قصاد بعضيها، بس طبعا زي ما قلت لكم في طرق كتيره وان شاء الله هنعملها علشان نشوف كل واحد برضو يحب يعمل الطريقه اللي تعجبه. هوريكم كمان شكل البطانيه اهي، انا شبكتها، شايفين الشكل في النهايه بيبقى عامل ازاي. خلاص انا كده اهوت هشبك اخر مربعين. مش عارفه، مش هيبقى صعب ان انا ابين البطانيه كلها. تمام. هشبك اخر مربعين اللي هما اللي ناقصين، وبعد كده هوت نبدأ نعمل مع بعض الإطار النهائي بتاع البطانية. هنبدأ بقى نعمل الدور الأول في الإطار. هنيجي هنا اهو من الزاوية، اختاري أي زاوية تبدأي منها. تمام. وهنعمل الزاوية بتاعتنا 3 سلاسل، هنعتبرهم أول عمود، وبعدين نعمل جنبه 2 عمود، وبعدين سلسلتين، وبعدين 3 أعمدة. دي هتبقى الزاوية بتاعتنا على طول. وبعدين احنا عايزين نشوف بقى في الجزئية اللي احنا شبكنا فيها دي هنعمل ايه. اول حاجة كل عمود هنعمل فوقيه عمود، يعني احنا قصادنا دلوقتي 19 عمود، هنعمل فوق كل عمود عمود. تمام. الدور دوت يعتبر اللي هو التأسيس للإطار، احنا بنأسس للإطار. زي ما قلت لكم كل عمود فوقيه عمود، يعني هيبقى قصادنا 19 عمود في الأول هنعملهم. خلاص اهو اخر عمود خلصناه. بس هنيجي بقى عندنا الفراغين بتوع السلسلتين اللي هيقابلونا في كل مربعين شبكناهم، هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل فيهم عمود في الاولاني كده غير مكتمل، وبعدين نلف الخيط على الابرة وندخل تاني في المربع التاني او في الفراغ التاني ونخرج من عمودين. احنا عملنا زي تناقص، او بمعنى اصح كده جمعنا المربعين دول في غرزة واحدة، وبعدين هنكمل الدور كله بالطريقة دي. كل مربع يقابلنا فيه 19
غرزة هنمشي على كل عمود، أو في 19 عمود، كل عمود هنعمل فوقيه عمود، وهنيجي في الفراغين دول بتوع الاتنين سلاسل هنروح عاملين فيه التجميعة ديت. وبعد كده لغاية لما آخر الضلع يقابلنا الزاوية هنعمل فيها 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. تمام. هنخلص الدور الأول دوت وهرجع لكم. خلصت اهوت الدور. تمام. ودي آخر غرزة. هبدأ أعمل منزلقة في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. أنا عايزة أبدأ الدور دوت من الزاوية، فهدخل أعمل منزلقة في العمود اللي بعد كده، وبعدين العمود اللي بعدها، وبعدين أبقى في الزاوية بمنزلقة. هرتفع 3 سلاسل نعتبرهم أول عمود، وبعدين هعمل عمودين الزاوية المعتادة اللي احنا بنعملها، وبعدين سلسلتين و3 أعمدة. طيب هنعمل ايه بقى الدور ده؟ هنعمل غرزة في. هنسيب أول عمود والتاني عمود، وندخل في العمود التالت ونعمل عمود، سلسلتين، عمود في نفس الغرزة. شكلها بيبقى شبه رقم 7 أو حرف في. بدون أي سلاسل هنسيب عمودين وندخل في العمود التالت ونعمل حرف في، عبارة عن عمود، سلسلتين، عمود في نفس الغرزة. تمام. نسيب من تحت عمودين وندخل في العمود اللي بعد كده سلسلتين وعمود في نفس المكان. هنكمل كده هوت لآخر الضلع. خلاص أنا خلصت أهو الدور. طبعا الغرزتين اللي احنا مجمعينهم مع بعض دول بنتعامل معهم على إن هي غرزة واحدة. تمام. بنيجي بقى نوصل لآخر الدور. ماشي. هنلاقي فيه عندنا 1 2 3 3 أعمدة. مش مشكلة، احنا هندخل على طول في غرزة الزاوية ونعمل 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة. 3. ونرجع بقى نعمل النظام اللي احنا عملناه هنا اهو كله، هنعمله في باقي ال3 أضلع اللي باقيين. يعني هنسيب أول واحدة وتاني واحدة ونيجي في التالتة ونعمل غرزة في اللي هي عبارة عن عمود، سلسلتين، عمود، وبعدين هسيب عمودين وادخل في التالت وهعمل الغرزة تاني. تمام كده. خلاص الدور اهو بتاع حرف في. تمام. اخر واحدة بنسيب غرزتين وبندخل في التالتة وبنعمل عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. تمام. وزي كل ضلع بيتبقى في الآخر 3 أعمدة هنتجاهلهم وهنروح نقفل بمنزلقة في ال3 سلاسل بتوع الارتفاع. وبعدين احنا يعني هنبدأ برضو من الزاوية، فهندخل كده بمنزلقات، نتحرك بمنزلقة على كل غرزة نعمل عليها منزلقة لغاية لما نوصل تحت السلسلتين الفراغ ونعمل آخر منزلقة ونرتفع 3 سلاسل. طبعا هنعتبرهم أول عمود، وبعدين نعمل عمودين تانيين الزاوية اللي احنا عارفينها عشان يبقى مجموعهم 3 سلسلتين، 3 أعمدة
في نفس المكان. 2 3. هنشتغل بقى ازاي الدور ده؟ الدور ده احنا مش هنشتغل غير في الفراغات بتاعة الغرزة اللي هي على شكل في او على شكل 7 دي. تمام. هنعمل سلسلة ونروح على اول فراغ ونعمل فيه 3 أعمدة في نفس المكان. 2 3. وبعدين سلسلة وبعدين نروح للفراغ اللي بعده. 1 2 3. سلسلة ونروح للفراغ اللي بعده. هنعمل كده طول الدور كله. الأربع أضلاع هنعملهم بالطريقة دي. تمام. هكمل الدور وهرجع لكم. ما تنسوش طبعا الزوايا 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. خلاص أنا خلصت كده هوت الدور التالت. نبدأ الدور الرابع وهيبقى غرز جراني. هنشتغل في الفراغ اللي ما بين كل مجموعة والتانية. فطبعا احنا هندخل في السلسلة التالتة في سلاسل الارتفاع ونعمل غرزة منزلقة، وبعدين هنتحرك بمنزلقات على كل غرزة نعمل عليها منزلقة لغاية لما نوصل تحت السلسلتين الفراغ دول. نعمل برضو منزلقة كده ونعمل الزاوية اللي احنا متعودين عليها. هنعمل طبعا 3 سلاسل وهنعتبرهم أول عمود، وبعدين نعمل جنبه عمودين تانيين في نفس المكان، وبعدين سلسلتين، وفي نفس المكان هعمل 3 أعمدة تانيين. 1 2 3. بعدين هعمل سلسلة وهروح على الفراغات دي. تمام. مش هشتغل فوق الأعمدة، هشتغل في الفراغ. هعمل 3 أعمدة في كل فراغ. هعمل بقى الشكل الجراني اللي احنا عارفينه. سلسلة وندخل في الفراغ اللي بعد كده اهو. هيبقى كل شغلنا في الفراغ، ونيجي في الزاوية ونعمل 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. هنخلص الدور بالطريقة ديت وهرجع لكم. خلصت الدور اهوت. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ احنا في الدور دوت هنغير اللون بتاع الإطار. ماشي. فهنيجي هنا اهوت وهنعمل غرزة منزلقة بعد ما عملنا السلسلة. نعمل هنا اهو غرزة منزلقة في تالت سلسلة في سلاسل الارتفاع، وبعدين هنعمل غرزة منزلقة تاني، وبعدين غرزة تالتة، وبعدين هننزل تحت الفراغ ده ونعمل غرزة منزلقة، وبعدين سلسلة تثبيت. معلش شوية المنزلقات اللي عملتهم دول بس علشان يعني كتأمين للخيط مثلا، بحيث ان هو بيبقى متثبت اكتر. ماشي. ومش باين ولا اي حاجة. وبعدين احنا هنشتغل هنا فهنداري الغرزة دي اللي هي السلسلة دي. هجيب اللون التاني وبعدين هبدأ أعمل. على فكرة ممكن الزاوية دي أعملها في أي زاوية، يعني مش شرط أساسي في نفس الزاوية اللي ببدأ وبنتهي فيها. تمام. هعمل 3 سلاسل وهنعتبرهم طبعا أول عمود، وبعدين نبدأ نعمل الزاوية بتاعتنا اللي هي عبارة عن 3 عمودين بعد ال3 سلاسل، وبعدين سلسلتين، وبعدين 3 أعمدة في نفس المكان. بعدين هعمل سلسلة وهشتغل زي ما اشتغلت في الأدوار اللي فاتت. هشتغل في الفراغ اللي ما بين
المجموعات دي وهعمل المجموعة المكونة من 3 أعمدة. سلسلة، وبعدين هفضل كده لغاية نهاية الدور. تمام، وبرضو هنحافظ على انه في الزوايا 3 أعمدة، 2 سلسلة، 3 أعمدة. هكمل الدور وهرجع لكم. يعني خلصت الدور اهوت. هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة، و مش هنكرر اللون دوت، فهنعمل كده شوية منزلقات بس عشان خاطر اثبت الخيط يعني. وهعمل عقدة تثبيت او سلسلة للتثبيت. وبعدين هرجع للون ده تاني. تمام، هنرتفع 3 سلاسل ونعمل 2 عمود الزاوية بتاعتنا عادي، وبعدين سلسلتين 2 عمود 3 عمود. تمام، خلصت الدور اللي باللون اللبني وعملت دور كمان دخلت فيه اللون الاساسي اللي هو اللون الابيض. ودلوقتي هنعمل، طبعا انا ما صورتش دوت لانه هو تكرار للادوار اللي فاتت. دلوقتي بقى هنعمل الاطار اللي هنقفل بيه القطعة. تمام، انا اتحركت، قفلت بمنزلقة واتحركت بغرزة المنزلقة لغاية لما وصلت للسلسلتين الفراغ، وهعمل 3 سلاسل ارتفاع. تمام، وبعدين هعمل غرزة عمود بلفة في اول فراغ يقابلني بعد الزاوية، وبعدين هنعمل حوالين غرزة العمود دي هنعمل 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. وبعدين هنتحرك للفراغ اللي بعد كده ونعمل غرزة حشو، وبعدين هنعمل 3 سلاسل ونيجي عند الفراغ اللي بعد كده ونعمل عمود بلفة، ونعمل حوالين العمود بالشكل ده، هنلف حواليه ونعمل 5 أعمدة. هنمشي بالطريقة ديت طول الإطار، هنعمله بالطريقة ديت حوالين داير. ولما نوصل ل أول زاوية هوريكم في الزوايا هنعمل إيه. 4 5. بعدين نروح للفراغ اللي بعد كده نعمل غرزة حشو، هيبقى ده الشكل. 3 سلاسل، غرزة عمود، ونكرر ونعمل حوالين غرزة العمود 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. وننتقل للفراغ اللي بعد كده بغرزة حشو. هنعمل كده طول الضلع دوت، ولما نوصل للفراغ هرجع لكم. وصلنا كده خلاص لأول زاوية. تمام، ادي الشكل اهو، ده شكل الإطار.
تمام. هنعمل ايه بقى في الزاوية؟ واللي هنعمله دلوقتي هنعمله في كل الزوايا اللي جاية بعد كده. احنا خلصنا خلاص اهو ال5 أعمدة اللي بنعملهم حوالين العمود. هنعمل حشو وبعدين هنعمل 4 سلاسل، 2 3 4، وبعدين هنيجي في الزاوية دي وهنعمل حشو، وبعدين هنعمل 3 سلاسل، وهنيجي هنا هنعمل الشغل اللي احنا عملناه قبل كده اهو في الضلع اللي فات، هنرجع نعمله في الضلع ده تاني. هنلف حوالين العمود ده ونعمل 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. وبعدين نروح للفراغ اللي بعد كده ونعمل حشو، وزي ما عملنا هنا اهوت 3 سلاسل، عمود بلفة في الفراغ اللي بعد كده، ونعمل اللي عملناه دوت اللي هو ال5 أعمدة اللي هي حوالين العمود. كده بقى احنا هنعمل الشكل ده حوالين داير الإطار دوت، هنعمله حوالين داير الغرز كلها لغاية لما نوصل لآخر أول غرزة بدأنا فيها. خلاص أنا خلصت آخر مجموعة اللي فيها ال5 أعمدة بتاعة الإطار. هنعمل إيه بقى بعد كده؟ هنعمل غرزة حشو في الفراغ اللي بعد كده، بعدين هعمل 4 سلاسل، وهيجي عند أول سلسلة في سلاسل التلات سلاسل اللي عملتهم في البداية، وهعمل غرزة منزلقة. تمام. وكده أبقى خلصت الإطار. وبعدين ابتدي ارجع دوت لورا، وهبدأ اداري الخيوط من ورا، وده يبقى شكله النهائي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، واللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك. شكرا.